طيب بسم الله. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ احنا شرحنا في الفيديو اللي فات الريدكس، بس شرحناها بجافا سكريبت بيور. كنت وعدتكم ان احنا نشرحها برياكت المرة دي، فنبدأ نخش في الموضوع على طول. هنثبت، هنعمل مشروع رياكت. تمام، كاريت بالان بي ام، وانا شغال بالفيت لان هو احسن طبعا، اسرع معايا جدا. هشتغل برياكت جافا سكريبت. ماشي تمام. طيب هنحتاج نثبت معانا برضو، هنحتاج نثبت رياكت ريدكس. فممكن نروح على الدوكيومنتيشن عما هو يخلص. هو الريدكس هو جايب لي اللينك دايركت اهو، أنا اشتغلت بيها قبل كده فعليا. ننزل عند الانستوليشن، ايوه دي اللي احنا محتاجينها. تمام، هو تقريبا هو كده خلص اوريدي. ممكن نفتح لينك نبص عليه. تمام، المشروع بتاعنا شغال زي الفل. ثبت برضو معانا نوقف بس السيرفر دلوقتي ونثبت الريدكس. كده احنا وضعنا تمام وزي الفل، ولكن غلطنا غلطة. مش مشكلة هنشيل بس دول تاني وناخدهم نحطهم هنا جوه معنا هنا، أو ممكن نكريت من الأول أحسن، عشان خاطر في ملفات محتاجين هو اللي يدمجها بنفسه جوه. تمام، لا مش دي. ماشي، نثبت تاني. فهقول له نبيع ريدكس، هو المفروض هيثبت هو مع نفسه كده. طيب كده احنا كريتنا المشروع بتاعنا وثبتنا معانا الريدكس وريدكس تول كيت. الريدكس تول كيت عشان محتاجين نستخدم منها حاجة واحدة بس. تمام، احنا لو نفتكر في المشروع اللي فات احنا كنا عملنا فيتش على داتا وجبناها، نعمل نفس الكلام بس ايه بمشروع ريدكس عشان نشوف ايه الفرق بين ده وبين ده. تمام. نمسح بس الكلام ده كله لان هو يعتبر ملوش لازمة. مش محتاجين الكلام ده كله في اي حاجة. تمام، ممكن نرن المشروع بتاعنا. أتأكد بس إن كل حاجة شغالة تمام زي الفل. نروح نبص هنا كل حاجة زي الفل، لسه الكونسول عندنا مفيش أي ايرورز فيه. طيب احنا كنا عملنا ايه هناك والله؟ خلينا نراجع سريعا كده. احنا كنا عملنا هناك ريدكس كامل، عملنا ريديوسر وعملنا اكشنز، وعرفنا ان احنا بنعمل الاكشنز حاجة اسمها كونستانت اللي هي الثوابت بتاعتنا، وبعد كده بناخد الريديوسر بتاعنا نكريت بيه ستور، وناخد الستور نبدأ بقى ايه ناخد منه الداتا ونبدأ نشغلها أو نوظفها أو نعرضها بطريقتنا. تمام، هنعمل نفس الكلام هنا. هنيجي مثلا نعمل فولدر جديد. خلينا بقى في رياكت نشتغل بقى ايه يعني بنظام، كل حاجة هنعمل لها فولدر لوحدها. تمام، فممكن نسمي دوت مثلا ريدكس ماتيريال وليكن، أو كومبوننتس أو يمكن مش فارقة. تمام، وادخل جوانا ونبدأ نقول بسم الله. نعمل أول حاجة الكونس بتاعتنا. تمام، وبعد الكونس هنعمل عندنا برضو محتاجين خلينا بس ايه ننظم شغلنا الأول. هنعمل الأكشنز أو الأكشن كريتورز، وبعد الأكشن محتاجين هنعمل معانا برضو ريديوسر، وبعد الريديوسر ممكن نعمل للستور. تمام، طبعا احنا الكود اللي هنكتبه مش هيبقى كبير للفايلز دي كلها، ولكن يعني دوت الباترن الكلين اللي ممكن نتبعه عشان خاطر لما نشتغل على مشاريع كبيرة نبقى احنا شفنا البداية بتبقى عاملة ازاي. تمام.
هنبدأ من أول. ممكن بس نعرض هنا أي حاجة بس نشوف منها احنا بنعمل ايه ولا واصلين لحد فين. تمام، نروح عند السبب بتاعتنا. احنا هنا كنا عملنا ايه؟ هو الأول بس احنا هنعمل اكزامبل واحد أو مثال واحد بس سريعا عشان نفهم منه الفكرة مش أكتر. هنعمل الثوابت بتاعتنا، هنعمل ثوابت، نضيف برودكت جديد لو عندنا برودكت أو حاجة. تمام، أو خلينا ماشيين بالمنطق. احنا ايه محتاجين نجيب داتا عن طريق API. طبعا لما ربنا يكرمكم ان شاء الله تشتغلوا بروجكت كامل هيبقى معاكم باك اند، فهتجيبوا ايه؟ هتجيبوا الداتا عن طريق API. تمام، فاحنا شغالين كأننا فعليا هنتعامل مع API حقيقي. طيب get product، ناخدها كوبي زي ما احنا عملنا هناك قبل كده، وهنحطها كفاليو للفاريبل بتاعتنا. طيب المفروض ان احنا كده يعني خلصنا السؤال بتاعتنا. يعني احنا عاملين فايل واحد، عاملين فايل عشان خاطر سطر واحد مش مشكلة، بس يعني زي ما قلنا ده الباترن الكليننج اللي احنا محتاجين نتبعه، عشان انت بعد كده مش هيبقى عندك طبعا سطر واحد، يبقى عندك يعني اسطر كتير جدا. فاحنا ايه نتبع الباترن كويس. تمام، عملنا الكونسنس بتاعتنا، نعمل هنا نعمل الاكشن. طيب احنا لو نفتكر هناك احنا كنا عملنا اكشنين، اكشن نفتش بيه الداتا، واكشن تاني نضيف الداتا في الريديوسر. يعني واحد كان بيفتش بيه دوت اللي هو كان اسynchronous لو تفتكروا، والتاني اللي هو الجيت اللي انا بدخله في الريديوسر. طيب طبعا انا مش هينفع ادخل اسynchronous في الريديوسر، فبعمل اكشن ما يكونش ايه اسynchronous، يكون synchronous يعني. تمام، هنعمل الاكشن بتاعنا، فهقول له طبعا عاملين هنا ايه الجيت. تمام، هنعمل هنا اكشن جيت برودكتس، هقول له هنا. طبعا لو نفتكر احنا الاكشن كان عباره عن ايه؟ عباره عن بين اوبجكت، فانا هريتيرن بين اوبجكت عادي جدا. طب احنا هنا لحد دلوقتي شغالين بالايه؟ شغالين بال اللهم صل على النبي، شغالين بريدكس مش ريدكس تول كيت. تمام، هنشرح برضو ريدكس تول كيت بس في فيديو تاني ان شاء الله. فهقول له هنا عندك حاجه اسمها انا مش عارف انا عملت لها اكسبورت. تمام، عندك جيت برودكتس ده اللي حضرتك هتعتمده، وعندك البيلود. وطبعا قلنا البيلود بنعمل بيها ايه او وظيفتها ايه. البيلود هي عبارة عن الداتا اللي انا ببصيها من هنا برودكتس، واخدها كوبي من هنا على طول وانزل ايه طيب. تمام، ايه ده بقى بارسنج ايرور. طيب نعمل سيمي كولون. تمام، طبعا محتاجين نجيب الداتا اصلا احنا لسه ما جبناهاش، فاقول له هنا كونست فيتش الداتا بتاعتنا، اقول له تساوي. وطبعا احنا كنا عملناها هناك asynchronous بنريتيرن asynchronous function، اقول له هنا async، وهمرر له هنا ايه، او هبصيله هنا ايه، هبصيله حاجة اسمها dispatch. ممكن نجيب المساحة دي كده dispatch. طيب عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اقدر استخدمها او امرر بيها الداتا للاكشن اللي هو اللي اسمه get products. تمام، هبدأ اعمل الفيتش بتاعي عادي جدا، اقول له const response، ممكن نكتبه كامل مفيش مشكلة. response بيساوي await fetch. نبدأ بقى نفتش على الداتا بتاعتنا. طيب الباص بتاعنا اللي هو ايه، هنجيب من موقع فيكستر API، فقول له https // fake store api.com. طبعا الاند بوينت اللي عندنا اللي هي برودكتس اللي احنا بنجيب منها الداتا. تمام، نبدأ بقى ايه نهندل الداتا ديت. داتا بيساوي await، واقول له ايه عندك ريسبونس هتجيبهولي هتحولهولي لجيسون عشان خاطر اقدر اتعامل معاه. وبعد كده بقى اقول له ايه نستخدم الديسباتش اللي احنا جبناه. ادي الديسباتش، عندك حاجه اسمها او اكشن اسمه get products، هتبشيله في الداتا دي بقى طريقه البوش في الداتا بتاعتنا او الاري اللي بتبقى شايله داتا. وهديها طبعا اكسبورت عشان هحتاجها فيما بعد،
طب بشكل عام عامة يعني لما تشتغل بالباترن ده يعني يفضل كل حاجة تديها اكسبورت. تمام كده احنا عملنا الاكشنز بتاعتنا، نروح نهندلها في ريديوسر. تمام اجي هنا اقول له كونست. طبعا احنا قلنا الريديوسر بياخد مننا تو بارامتر، برودكت او برودكت بس. ريديوسر ياخد الاول اللي هو الانيشال ستيت، سوري، عبارة عن array فاضية، وبياخد مني الاكشن، وعن طريق السويتش وابدا بقى ايه ابصي الاكشن بتاعي. الاكشن دوت طبعا ببص عن طريق ايه التايب، مع كل على حسب نوع الاكشن ببدا اشتغل، بريترن حاجه معينه. طيب في لو انا طبعا احنا ما عندناش غير اكشن واحد يعتبر، او كونستنس واحد دلوقتي اللي هو اسمه ايه، اللي هو الجيت، ولكن عايزين الموضوع دايناميك فهنقول له جيت برودكتس. تمام، في حالة إن التايب بتاعك عبارة عن الجيت برودكتس هتجيب داتا، كل اللي هتعمله حضرتك هتريترن الأكشن دوت بيلود، في داتا طبعا هتلاقيها حضرتك في البيلود عندك هتجيبها لي. طيب جميل. مش زي طب في حالة الديفولت، طب هيجي واحد يقول لي طب ما أنا يعني الفيتش مش أكشن. طب انا ليه ما بصيغهاش في الريديوسر؟ هعمل ايه بيها في الريديوسر؟ هي وظيفه الفيتش عندي انها بس تبعت لي الداتا للجيت برودكتس، انها تخزن لي الداتا هنا، ومن هنا عن طريق البيلود دي انا جيت في الريديوسر هنا واستخدمت الداتا اللي عندي، قلت له هي اكشن دوت بيلود. طب هو عرف منين ان انا رايح على البيلود ده؟ ما هو عشان اختار الاكشن ده الطيب ده، هو الطيب ده اللي بيحدد لي، صح؟ تمام. في حالة الديفولت هترترن ايه؟ والله هترترن الستيم بتاعتك عادي جدا وشكرا، مش محتاج منك اي حاجة. هنديها طبعا اكسبورت ان احنا هنستخدمها. تمام، هنروح عند الستور نبدأ نكريت الستور بتاعنا، ومن هنا هنكتشف ان احنا اجباري محتاجين نستعمل حاجة من الريدكس تول كيت، الا وهي اسمها الكونفيجر ستور. طيب اشمعنى؟ خلينا بس نكتبها الاول. ستور بيساوي configure، طبعا احنا مثبتين الايه، مثبتين الريدكس تول كيت. تمام. طيب انا ليه استعملت configure؟ احنا هناك ما استعملناش configure، هناك احنا استعملنا create store، وقلت له عندك حاجه اسمها apply middleware عشان خاطر اقدر استخدم او اعمل جزء السينكرونس دوت بالشكل ده كده. قلت له فعل لي حاجه اسمها apply middleware وهات لي السانك ريدكس سانك، صح؟ ليه ما اعملش هنا الكلام ده؟ ببساطه لان في ريدكس فيرجنات ريدكس القديمه ما عادتش مدعومه مع رياكت، فانا لما جيت انا فعليا حبيت اعمل الجزئيه ديت قبل كده ما عرفتش، ايرورز ما بيتحلش حرفيا، ما بيتحلش. فاللي انا اكتشفته او اللي فهمته ان الريدكس بقت فيرجن قديم، وبقى الاعتماد الكلي على ريدكس تول كيت، فتقريبا مع رياكت انت مضطر اجباري تستعمل ريدكس تول كيت. طب احنا استعملنا هنا ريدكس، ايوه هو احنا بالفعل استعملنا ريدكس العاديه، ولكن هاجي عند البوينت زي دي لازم غصب عني استعمل الريدكس تول كيت اللي هي دي. طيب هل الكونفجريشن دي او الكونفيجر ستور دي بتعوضني عن الميدل وير وعن عن الجزء اللي كنت محتاج اكريته مانوال هناك في الجافا سكريبت بيور؟ يعني الريدكس دي الكونفيجر دي بتشيل جزء الميدل وير. طيب كويس جدا. طب انا بقى بكريت جواها ازاي؟ والله حضرتك بتعمل حاجه اسمها ريديوسر بالشكل ده، بتفتح الاوبجكت بتاعك، ولو عندك اكتر من ريديوسر بتكتبهم هنا ازاي كيورد كيو فاليو. تمام، وابدا هنا بقول له ايه، هات لي الريديوسر بتاعي. انا كان الريديوسر باسمه ايه، برودكت ريديوسر، هنجيبه كده على طول، اقول له ايه استدعيه. تمام كده انا كريت الستور بتاعي. محتاجين نروح بس عند المين. طب انا هعمل ايه في المين هنا؟ والله كل اللي حضرتك هتعمله هتجيب حاجه اسمها بروفايدر عشان نبدا نلف الاوبجكت الاب بتاعنا كله بيه. تمام، وجوه البروفايدر هتمرر بروبس كده خفيفه سريعه بسيطه
هتقول له فيها ان حضرتك هتستعمل ستور معين، الستور دوت اسمه ستور، هتلاقيه في الفايل بتاع ريدكس ماتيريال. طيب كده انا لفيت الاب بتاعي بالكامل بالبروفايدر ده، واديته ستور وقلت له الستور الداتا بتاعتك هتيجي من الستور ده. طيب كده انا وجهته، كل حاجه زي الفل، كل حاجه تمام. خلينا نيجي هنا، او بلاش هنا، احنا ممكن نعمل حاجه تانية برضو يعني من باب التنظيم. ممكن اجي هنا واقول له حضرتك مثلا اعمل لي فولدر جديد اسمه components. تمام، هاجي جواه هكريت مثلا component للبرودكتس، اقول له انا products دوت .jsx، وهاجي هنا اقول له export default، يعني كريت بقى component عادي جدا export default function. اسمها ايه؟ والله اسمها products. تمام، هتريترن ايه؟ والله حضرتك هتريترن شوية JSX حلوين كده. خلينا بس نريترن الأول نتست حاجة بس كده الأول. تمام، هاجي هنا برضو وهنادي على الكومبوننت ده وأقول له هاتلي البرودكتس. تمام، ونروح نبص نشوف قالك يلا. طب تعالى نتأكد أنا بعمل ايه. طبعا ماشي كده، كل حاجة عندنا سليمة وشغالة زي الفل. الربط تم، الايرز دي كلها قديمة تقريبا. أيوة قديمة الحمد لله، مفيش أي حاجة. طيب أنا عايز أجيب بقى الداتا بتاعتي من الستور ده، وأبدأ بقى إيه أرصها عندي في البرودكتس. طبعا البرودكتس هيسمع لوحده هناك، فأنا محتاج أستعمل حاجة اسمها يوز سيلكتور. ده هوك الهوك ده بيعمل إيه؟ بيسلكت أو بيكاتش الداتا أو على الستور عندي. يعني أنا عندي الستور اللي هنا مكانته هنا دوت، أنا لما بستعمل الهوك اللي اسمه يوز سيلكتور هو اوريدي بيكاتش على الستور ده. طب مسكه ازاي؟ ما انا هنا لفه ايه؟ لف في الاب بتاعي بالايه؟ بالبروفايدر، صح؟ والبروفايدر واخد الداتا، عارف ان الستور بتاعه اللي هو اصلا دي الستور دي اصلا الاب بيبقى فاهمها، او الميكانيزم تبقى فاهمه الكلام ده كله. تمام، هي بتقول لك ستور. طيب الستور انت الداتا اللي انا هتحكم فيها هتبقى جايه منين؟ هتبقى جايه لك من هنا. فانا لما اقول له يوز سيلكتور هنا، هو خلاص هو هيروح عند الجزء ده تحديدا عند الستور دي، ويمسك الداتا اللي جوه هنا يبدا يتعامل معاها بقى. طيب كلام جميل زي الفل. تعالى نجيب السيلكتور بتاعنا، هنقول له مثلا ستيت، وهقول له عندك هوك اسمه يوز سيلكتور هاتهولي. طيب السيلكتور ده هيجيب ايه؟ والله هيجيب من الستيت، هيجيب لي الستيت ايه ده؟ لا كده من زي الفل. ده ستيت دوت برودكتس. عشان نتأكد أنا كاتب الأول هنا إيه؟ بنك مين؟ يا لهوي أنا لسه بفكر في البنك. يا ديني يا بي، اللهم لا تراب. وهنجيب نفس الكيورد دي نحطها هنا. طيب انا ليه هنا قلت له هتريترن من الستيت البرودكت وانا اصلا ما عنديش غير البرودكت؟ هقول لك ببساطه لان احنا هنا شغالين ايه؟ على اوبجكت. طبعا اوبجكت يعني لازم دوت، يعني لازم ادخل جوه الحاجه واجيب ايه؟ الريديوسر بتاعي. طب هو انا كده مسكت ده ولا مسكت ده؟ والله انت مسكت الكي نفسها. طبعا الكي واخده ايه؟ الفاليو عباره عن الريديوسر بتاعنا. تمام تمام. طيب محتاج بقى ايه؟ والله محتاج اني ابدا اعرض الداتا اللي جبتها ونشوف هتتعرض ازاي اصلا. تمام، نيجي هنا ممكن مثلا نسيب دي كده نقول له هنا ايه؟ برودكتس. تمام، هاجي تحت هنا بقى اقول له ايه؟ الله يا باشا عندك ستيت، هاتلي من الستيت ديت او اللوب عليها كده وهاتلي منها البرودكتس كلها. طيب كلام جميل وزي الفل. طيب كلام جميل. هلوب ازاي او هجيب ايه؟ ممكن نجيب بس التايتل يعني مبدئيا، وهقول له هتريترن. ممكن نخلي الاكواز دي، نجيب بس نشيل الاكواز دي نخليها اكواز اللي هي التانية العادية اللي بتريترن اوتوماتيك لوحدها.
تمام. محتاجين هقول له هات لي اتش، مثلا خليها اتش 2 عشان خاطر الحجم. هتريترن ايه هنا؟ والله يا هندسة انا هريترن، هو ايه المشكلة؟ ان في حاجة غلط. الريتيرن محتاجين اصلا مثلا يعني هنحط هنا مثلا فريجمنت او حاجة، واشيلها من هنا احطها تحت برضه نفس الكلام، ولكن الكلام ده بيكون جوه اكواس الريتيرن. تمام كده يروح الحمد لله. هتجيب لي من البرو، هتجيب لي هنا التايتل. طبعا احنا عارفين ان محتاجين نديها كي، لانها ديت يعتبر ليست، مش يعتبر، هي اصلا ليست. طيب فهقول له ايه؟ هتميزها لي بالاي دي بتاع كل برودكت. طب هل كده الداتا هتيجي؟ والله هو المفروض لا، هو ده الطبيعي اصلا يعني. تمام، هو فعلا مفيش حاجه جت. طب ليه مفيش حاجه جت؟ ما انا محتاج افتش الداتا. هو انا هنا عرفت في الاكشن هنا انا عملت اكشن يفتش الداتا صح، بس انا شغلته. لا انا ما شغلتوش، يبقى انا محتاج اشغله. طب اشغله ازاي؟ والله انا شغله في سايد افكت كده ايه مع نفسه. اول ما الصفحه تترندر يجيب لي الافكت ده، او يجيب لي الداتا دي، يشتغل مع نفسه مره كده ايه، يسمعني كمان خطوته. طيب انا عشان هنا شغله انا محتاج بس الاول نديه ديبندنسي. تمام. طيب محتاج استعمل حاجه اسمها ديسباتش. طيب الديسباتش، وانا عندي ديسباتش؟ لا، يبقى لازم ايه اعرفها هنا كده، وهستخدم هوك اسمه برضه يوز ديسباتش. ادي الديسباتش، وهستخدم الهوك اللي اسمه يوز ديسباتش. هي اصلا رياكت ريدكس موفره لي الكلام ده كله. طيب جميل. اجي هنا هقول له والله يا باشا انت عندك ديسباتش هتشتغل عليه اول ما ترندر الصفحه، وعندك حاجه اسمها اكشن اسمه فيتش داتا، هو دوت ايه اللي هترنه لي اول ما تشتغل. طيب كده المفروض الداتا جت. طيب تعالى نتفرج بقى ايه على شويه الايرورز اللي عندنا. الحمد لله مفيش اي حاجه. ادي التايتلز جت اهي، ادي الداتا جت اهي. طب الداتا جايه منين؟ والله احنا لو رحنا هنا كده بس هنكتب، نروح ناخد اليو ار ال على طول دايركت احسن. فين انا حاطه فين؟ حاطه في الاكشنز. فين الاكشن؟ ممكن نروح على طول دايركت هناك نشوف شكل الداتا. طيب ادي الداتا، ادي اول تايتل معانا اهو. مش عارف الكلام الغريب ده ممكن تركزوا فيه، اللي هو فيجما مش عارف مين، ولابتوب 15. نفس الكلام هنا 15 لابتوبس. يعني الداتا هي على فكرة ده موقع أصلا للاي بي ايز بشكل عام، ممكن تكونوا انتوا مش عارفينه برضو. ادي الفيك ستور اي بي اي. يا عم لا 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 لا، معلش اقول لك تعالى تاني. تشيل الاند بوينت دي، تدخل على الموقع نفسه. طيب ادي الموقع الجميل اهوت. ده موقع بيديك اي بي اي بس فيك، يعني هو محدود شويه بس قشطه يعني شغال، ما اقولش لا. ممكن تبقى تذاكر منه او تتعلم عليه في حته الاي بي اي دي. تمام. شفنا شكل الداتا واتاكدنا ان الداتا هي اللي راجعه. طيب انا عايز حته زياده كده هندسه، عايزين بس ايه يعني ندي صلاحيه لليوزر ان هو يضيف يعني برودكت بنفسه. طيب جميل. كده احنا اتعلمنا الرياكت ريدكس كده. يعني لو انت محتاج رياكت ريدكس بس كده انت ممكن تخرج لحد هنا، ولكن يعني ممكن نعمل مع بعض جزئية بسيطة كده نضيف من خلالها برودكت بإيدينا. ما أنا أكيد هحتاج في أي يعني في وقت من الأوقات نضيف برودكت. طيب جميل. أنا بس نعمل فورم نهيئ لليوزر، نعمل له input ونعمل له هنا ادي الانبوت. تمام. وهنعمل برضو ايه بutton هنا نو submit. طيب هنيجي طبعا نعمل state عشان خاطر من خلال الستيت ديت هنمسك الانبوت بتاعنا. طيب انا هعمل ايه؟ بص انا محتاج ابعت، يعني خلينا بس مؤقتا دلوقتي محتاج ايه اعمل اي دي واعمل تايتل، يعني اخد من اليوزر تايتل، وطبعا الاي دي مش هينفع اخده من اليوزر. فانا بعتمد على ايه الجزء اللوجيك بتاعي بطلع من خلاله اي دي. يبقى انا هاخد من اليوزر ايه؟ هاخد من اليوزر تايتل بس. حلو، يبقى انا كاريت الستيت بتاعتي عشان تديني اخد منها تايتل بس، هي قيمة واحدة اللي محتاجها منها.
فممكن نقول له مثلا هنا التايتل، واقول له هنا السيت تايتل. تمام. هقول له هنا يوز ستيت، الانيشال فاليو بتاعتك هتكون ايه؟ فاضية. طيب انا هنا اديته على طول. في العادي انت بتعمله هنا اوبجكت او اري او ايا كان، بتبقى فاضية كانيشال ستيت يعني، او كانيشال فاليو. ولكن انا الانيشال فاليو عندي عشان خاطر انا هاخد داتا واحدة بس من اليوزر مؤقتا، هحتاج ايه يعني؟ مش هديله داتا الاوبجكت، هديله string فاضي على طول. تمام. عايز هنا في ان الانبوت، ايوه اهو، نشتغل بقى شغل الرياكت الجميل بتاعنا العادي، واقول له الفاليو بتاعتك تاخدها من التايتل. لا، ارجع يا بني ادم، تاخدها من التايتل. طيب وفي حالة الاون تشينج، والله حضرتك هتنفذ لي الفانكشن دي. طيب هقول له ايه؟ هقول له set title، حضرتك هتحط لي فيها الايفنت دوت تارجت دوت فاليو. طبعا احنا الناس اللي شغاله برياكت عارفه الكلام ده، المفروض اصلا يعني كل اللي بيتفرج ده يبقى عارف رياكت عامه. تمام. وهاجي عند الفورم محتاجة هندلها طبعا، فهقول له ان on submit، نفذ لي الفانكشن دي. مثلا هنسميها handle data او handle form، وليكن handle form. يعني المسميات بتفرق جدا، يعني سبب اساسي من حتة الكلين كود. مع نفسك لحد ما نخلص بقى. تمام. هاجي هنا وهقول له عندك فانكشن اسمها handle form. الفانكشن دي اول حاجة محتاجين نعملها، هقول له شايف الايفنت، اكنسل بس السلوك الافتراضي بتاع الفورم، واقول له event dot prevent default. يا رب اكون كاتبها صح، event dot prevent default. تمام. محتاجين نعمل ايه؟ والله انا محتاج اكريت هنا لما مثلا يحصل submit عندي، محتاج الفانكشن دي تطلع لي برودكت، او تطلع لي برودكت تبعته لي على الاد برودكت. ولكن هل انا عامل اصلا اكشن للاد برودكت؟ لا. طب احنا محتاجين نروح نعمل ايه؟ كونستنس كده هنا، وهقول له ايه؟ add product، وراح اهندل لها الجزء بتاعها في الريديوسر. تمام. في الاكشنز قصدي. هاجي هنا هقول له والله احنا محتاجين نزود حتة كمان، هقول له const add product، وهاجي هنا نفس الكلام زي ما قلنا. طب انا هباصي هنا داتا، هباصي انا عندي برودكت جاي اصلا، صح؟ تمام. برودكت، طبعا كالعادة هنعمل بلين اوبجكت. تمام. هيريترن معايا التايب. طيب التايب عبارة عن ايه؟ التايب احنا عاملين هناك add products. تمام، كلام جميل وزي الفل. طبعا البي لود عندنا اللي هي الداتا اللي احنا هنبصيها من فوق عند البرودكت بتاعنا. وكده يبقى خلصنا الاكشن الجميل بكل سهولة وبساطة. سبورت، واجي هنا عند الريديوسر ابدا اضيف كيس او كيس تانية هنا للاد برودكت. اد برودكتس، نعمل اد برودكتس. تمام. نروح نظبط الموضوع ده، نعدل بس الغلطة دي هنا. لازم نبقى ماشيين ستيب باي ستيب كده عشان خاطر ايه ما نروحش في داهية. اد برودكتس، ونظبط نفس الكلام برضو هنا. ونيجي عند الكونستنس، يعني خلينا منطقيين بس مش اكتر، يعني نعمل كل ده ايه من باب المنطق. طيب عند الريديوسر طبعا عايزين نحط الكيس بتاعتنا، فهاجي هنا احنا حطيناها اوريدي، نبدأ نريترن معاها. طب في حالة الاد، في حالة الاد انت عندك داتا صح؟ يبقى خد لي منها يا باشا كوبي. طبعا احنا بناخد بالديسبريت اوبريتور لان احنا بناخد كوبي الاري او الاوبجكت يعني. طبعا احنا عارفين ان الاوبجكت الاري نون بريمتيف، ولازم ناخد كوبي من الريفرنس نفسه، مش للفاليو نفسها. تمام. فاللي احنا بنعمله ده عشان خاطر ناخد كوبي للريفرنس بتاعنا. طيب هتاخد كوبي لايه؟ للستيت. طيب جميل، ماذا بعد؟ هقول له حط لي عليها يا باشا الاكشن دوت بي لود. تمام، كلام جميل وزي الفل. خلصنا ريديوسر. محتاجين نعمل حاجه في الستور؟ لا، هو متهندل اوتوماتيك، هو ريديوسر واحد اللي احنا عدلنا فيه، والريديوسر مسمع في الستور عندنا. فنرجع لمين؟ نرجع
للبرودكت بتاعنا. طيب كلام جميل وزي الفل. قلنا محتاجين نعمل ايه هنا؟ والله احنا هنا محتاجين نكريت برودكت. هنعمل يعني من خلال البرودكت ده هنبعت فيه اي دي هنعمله بايدينا، والبرودكت هناخد منه او هناخد من اليوزر التايتل فقط. يبقى احنا هنحط الاي دي والتايتل في اوبجكت وندسباتش للاد برودكت. تمام. هنقول له كونست جنريت، وليكن هنعمل جنريتنج للاي دي. اقول له هنا بيساوي هنعمله مثلا بالطريقة المعتادة date.now. ممكن اقول له دوت سترينج بس انا عايزه ايه مش عايزه سترينج. تمام. فاقول له انا كونست نبدأ نكريت البرودكت بتاعنا، فاقول له نيو برودكت مثلا وليكن. طيب اللي هيساوي ايه؟ والله ده هيكون عبارة عن اوبجكت. حلو. يبقى شايل ايه؟ والله يبقى عشان حاجتين، الاي دي اللي هو عبارة عن الجنريت اللي انا لسه عامله من شوية، وعندك التايتل حضرتك هتجيبه من التايتل بتاعت الست اللي احنا عاملينها اللي هي دي. تمام. كلام جميل وزي الفل لحد هنا، وضعنا مية مية. ادي البتاع بتاعنا اهو، الانبوت اهو، بس محتاجين بس نظهر البطن بتاعنا. فين البطن؟ تمام. هقول له هنا ايه اد برودكت. تمام ماشي. نكمل شغلنا. احنا هنا عملنا البرودكت، محتاج اعمل له بقى ديسباتش. هديسباتش على فين؟ والله هديسباتش على الاد برودكت. وانا اعمل له اصلا هنا اكسبورت. تمام. اخده من هنا اروح احطه ايه في الديسباتش ديت. بس ايه نعمل له امبورت. عملنا له امبورت. تمام. هتديسباتش ايه؟ والله ده انا عامل لك حاجه اسمها نيو برودكت، يعني كل اللي هتاخد من هنا تحط هنا بس كده. كلام جميل وزي الفل وعشرة على عشرة. ممكن بس ايه نبدأ نتست كده نشوف الدنيا بتقول ايه. ممكن برضو نديها واحدة لوج معانا عشان توضح لنا شكل الداتا جاية عاملة ازاي. فهقول له ايه لوج الستيت. سوري. تمام. لوج الستيت بتاعتك. عمل لك لوج ايه؟ قال لك انت عندك 20 ايتم. كلام جميل وزي الفل. ماذا بعد بقى؟ لا احنا نضيف بايدينا احنا بقى هنا. طيب نتأكد بس ان الاستراكشر بتاعتنا سليمة. تمام. هقول له هنا برودكت. طبعا التشينجز اللي بتحصل في اللوج دي في الكونسول ده عشان خاطر احنا عاملين ايه، لو تفتكروا الايفنت بتاعنا على الانبوت ايه اون تشينج. فكل ما بيحصل بكتب حرف او بحذف حرف او اي اكشن بيتم، يعني لو شلت حرف التي بس شفت التغيير ده عشان خاطر الايفنت اللي هو بتاع اون تشينج. اي تغيير بيتم بيبدأ يسمع معايا، بيرندر الدنيا معاه كلها. طيب كلام جميل. عملت برودكت. نقول له ايه اد برودكت. الدنيا قال لك بقى عندك 21 ايتم. جميل جدا. نبص على الايتم الاخير. ادي الاي دي اللي احنا كريتناه بايدينا. بس السلكشن ده. ادي الاي دي اللي احنا كريتناه بايدينا، وادي الاسم اللي اليوزر كتبه. ولكن مثلا ممكن اليوزر يروح عامل كده يقوم ضايف لي بتاع جديد. فانا عايز اشيل التكست اول ما اليوزر يضيف البرودكت بتاعه. فبقول له set title، واقول له يا باشا فضيلي الكلام ده كله. فلما اقول له انا برودكت، لما اقول له كمان مره قال لك عندك 23 ايتم. طبعا يعني التلاته بنفس الاسم ولكن ايديات مختلفه، لان في كل مره بايه بجنريت اي دي جديد. وهنا طبعا مسح لك ايه الكلام ده كله. هتلاقي عرضهم لك هنا هم. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نفتش داتا، ازاي نضيف داتا بالستيت. كده يعتبر الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكونوا استفدتم. ما تنساش لايك وكومنت لو عندك مشكلة او حابب مثلا نشرح جزئية معينة ولا اي حاجة. يا ريت تسيب لي الكلام ده. شكرا لوقتك.